صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى ودي قناتي مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. هنعمل النهارده جلاش بالسجق الاسكندراني. بصوا يعني مش هقول لكم الطعم بيبقى ازاي خطير. ممكن تعملوها عشوه بسيطه كده بالليل، تاكلوها مع بعضيكم بحاجات موجوده عندك في البيت، يعني طماطم، فلفل، رومي مبشوره، موتزاريلا، على حسب اللي موجود عندك. بيضتين، كوبايه لبن، سمنه، ملح وفلفل. عندك هريسه ماشي، اي حاجه. ورق الجلاش ده عندنا سجق اسكندراني. انا كنت بجيبه وبشيله من الجلد خالص، وبحمر بصل وبقلبه بقى فيه، وبحشي بيه بقى، بعمل بيتزا، بعمل الجلاش دوت. فانا باقي عندي في الفريزر، فقلت اما اعمل صينيه كده بالليل كده الواحد ياكلها مع العيال واحنا قاعدين. تمام. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هنعملها خالص، هنعمل الخليط اللي هو بنسقسق بيه الورق. عندنا اللبن كوبايه زي ما قلت لكم اهو، ادي اللبن. وعندنا البيضتين، وعندنا ملح وفلفل. ملح وفلفل بس، اللي عايز يحط بقى توابل تانية والله هو حر. هنضرب بس الاول البيض مع اللبن كده. خلاص تمام كده. هنحط بقى معلقة سمنة كبيرة، يعني خلي السمنة كويسة، يعني عشان انت عارفة الجلاش بيحب الايه، السمنة. اي سمنة عندك، روابي، جنة، الهانم، سمنة بلدي، زبدة، اللي يعجبك، اللي انت الطعم اللي بتحبيه حطيه. خلاص كده الخليط بتاعنا جاهز تمام. خلاص. طيب هنركن بقى على جنب ونجيب الايه، الحاجة اللي هنحشي بيها. هنقطع الطماطم، اهم حاجة شيلي منها المية اللي هي جواها، يعني البذر ده احنا ايه مش عايزينه. نقطع صغير. انا نسيت اشيل البذر اللي هو ده. انا عايزه اللحم بس. عشان ما انساش اهو، شايفاها دي؟ لا، اللي فيها الميه دي. كده احنا خلصنا تقطيع. هنشوف بقى هنعملها ازاي. هنا القوطه اهي، وهنحط الفلفل. هنحط كمان اللي هو السجق بتاعنا اللي هو انا قلت لكم عليه. عندنا كمان هريسه اهي، على فكره دي هريسه بارده، يعني بالفلفل الرومي مش بالفلفل اللي هو الحامي. اللي عايز حامي يحط، يعني حطي معلقه حلوه كده. وهنقلب كل ده مع بعضه. طبعا زي ما قلت لك بقى اللي انت عايزاه ايه
حطيه. ممكن تحطي بصل على فكره، بس انا عشان ما اقطع بصل في السجق ومحمراه فما حطيتش يعني. كده عندنا الشغل بتاعنا جاهز. هنبتدي بقى. جيبي الصينيه اللي انت هتعملي فيها، اي صينيه. شوفي انت عايزه تعملي في ايه واعملي. هتدهني تحت سمنه طبعا. على فكرة ممكن تعمليها صينية كاملة وتقطعيها، وممكن تعمليها صوابع. انا بحبها صوابع عشان بتبقى اسهل يعني. تمام. ادي الصينية بتاعتنا اهي. هنا ورقة الجلاش اهو، شايفينها. هنقسمها بالنص. تمام. هنشيل نص. تمام اهو هنا، عشان الجلاش بينشف بسرعة. تغطيه. تمام اهو، وخليه على جنب. طيب اول حاجة خليه كده على جنب هنا كده، وهنحط ايه عليه فوطة عشان برضو ما ينشفش، عشان ما نبقاش ايه اهو. بتحطيه جنبك كده وبتغطيه. عندنا هنا ورقتين، شايفينهم؟ هما ورقتين اهو. بناخد الخليط بتاعنا وتدهني كده عادي. وناخد الخليط بتاعنا اهو اللي احنا عاملينه، وبتحطيه في النص. يا رب يكون باين. استنوا ثواني اوريكم عشان اوريهولكم. شايفينها؟ جيبي بقى اللي في النص جنب دي كده، واللي في الجنب كده. ما تبليهوش قوي عشان تعرفي تشتغلي فيه، لان كده كده في الاخر اللي بيفيد احنا بنحطه ايه عليه. وتبتدي تبرمي وترصي. نجيب واحدة تانية اهو. ادي الورقتين خلاص، وادي الخليط بتاعنا. زي ما قلتلك تقدري تعمليه صينيه على بعضيها، وتقدري تعمليه زي ما انا بعملها، او ممكن تعمليه سمبوسك، يعني اللي يعجبك. تحطي الحشوه بتاعتك ونقفل من الجنب ده ومن الجنب ده، ونقوم تانيين مدخلين كده جوه، ونبرم الايه الصابع. سهل جدا مش صعب، وبس في نفس الوقت مش هيضايقك في التقطيع يعني، ولا الحشوه تقع منه ولا اي حاجه. تمام. اخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني. طيب انا خلصته اهو، شايفين؟ حطيت عليه موتزاريلا من على الوش، وهنحط عليه برضو شويه جبنه رومي. على فكره انا كنت المفروض احطهم جوه في الحشوه، بس انا نسيت، واخدين بالكم؟ فعشان كده انا حطيت زودت الخلطه موتزاريلا وجبنه رومي. عندنا بقى من الخلطه دي بناخد كده شويه، عشان ايه هعمل صينيه تانية. وبنبتدي نحط كده عليهم ونركنها على جنب شويه. خلاص. دي بقى هعملها لكم صينيه اللي فايضه دي، علشان نشوف برضو الصينيه بتنعمل ازاي.
هنا بناخد زي ايه، زي 3 4 ورقات. ادي هنا دول ورقتين، دول ورقتين. على فكرة ده الغطا بتاع طبق بيركس برضو. ادي 4. ندهن الاول الورقتين دول. يعني بصي هنا كتري بقى ايه، ادلقي براحتك يعني. خلاص نجيب ورقتين تانيين اهو. مكوش الشكل اللي فوق ده هيتدرى دلوقتي. حطيه. ادي كده حطينا 4 ورقات. تمام. هنجيب الحشوه بتاعتنا اهي. ونحط الحشوه. انا حاطه بقى موتزاريلا، وحاطه ايه، الجبنه الرومي. ونبتدي نفرد الحشوه بتاعتنا دي كده. هنجيب بقى الورق التاني اللي احنا شلناه في الفوطه، وهناخد منه. اللي بيفيد ما بيجرالوش اي حاجه على فكره يعني. ونبتدي نحط كده برضو، ونسقسق الايه، الورقه. وادي ورقتين كمان، خليها ورقه كده وورقه كده. تمام. ونجيب ورقه اخيره بقى. عايزينها ورقه سليمه خالص اهي. تمام. نشيل بس ده الاول اهو. تاخديها بقى وتدخلي ده كله مع بعضه. انا بشيلها وبدخل من تحت. تشيلي اللي انت عملتيه كله اهو بايدك، ما ولا اي حاجه خالص. شايفه الشكل؟ وتدخلي كده ورقه من تحت الحاجه كلها. شايفين شكلها؟ هنقطع بقى الجلاش. هنا الحجم اللي انت عايزاه قطعيه. دخل كده شويه، وكده كده هيخش لما ندلق عليه الايه، الخليط. كده خلاص خلصنا. هنجيب بقى الجبنه الرومي. حطي بقى جبنه رومي كتير. بصي يعني مش هقولك كتر جبنه يا مدير. وهنا دي موتزاريلا، اللي ما بيحبش الموتزاريلا ما يجيبهاش، ما يحطهاش عادي يعني.
خلاص كده عملنا كله وظبطنا الجبن بتاعتنا والحاجه. هنحط بقى الايه الخليط بتاعنا ده. طيب هنبتدي بقى نحط كده. لو عايزين تحطوا بردقوش تحطوا حبة بركة. ثواني نحط سمسم اهو، نحط حبة بركة. هلا هندخلهم بقى الفرن على درجة 180، ولما ده كله يحمر بقى وكده اوريكم الشكل هيبقى عامل ازاي. شايفين يا جماله؟ والله في منتهى الجمال وسهلة جدا جدا ومش صعبة واقتصادية وحاجة زي الفل. شايفين القمر ده؟ ايه رأيكم؟ لو اول مرة تخشوا قناتي ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير. انا منى ودي قناتي مطبخ اتعلمي واعملي بايدك.